شكرا لك خويا معز، ومرحبا بكل حضرات النظارة والنظارات. نبداو مع سي طارق ذياب وزير الشباب والرياضة، اللي صرح خلال الأسبوع الفارط في موضوع المظاهرات والمسيرات والضرب اللي صار يوم الاثنين الأسود، ربما باش ما نقولوش الأزرق. قال العصا لمن عصا. وبالمناسبة هذه طارق ذياب بعد ما كان أول تونسي يحصل على الحذاء الذهبي الأفريقي، أصبح أيضا مرشح باش يكون أول تونسي يفوز بالمتراك الذهبي. إذا حضرات النظارة ونظرات، ننتقلوا إلى خبر آخر كنا حكينا عليه الأسبوع الفارط، يتعلق بقرصنة البريد الإلكتروني نتاع سي حمادي الجبالي. والجديد هذه المرة باش ما نقولوش الأجد هو أنه وصلنا شريط فيديو من مجهول يتبنى فيه العملية. خلينا نشوفوا المحتوى نتاعها باش ما نقولوش المضمون. أيها الشعب التونسي، نحب نقول لكم حاجة. نحب نقول لكم حاجة ويا رانونيوس. ونحب نقول حاجه اخرى. الرساله هذه نبعثها سي حمادي الجبالي. انا كحمل همامي نحب نقول لك حاجه. راهو الكونت نتاعك والمواقع نتاعك الكل رانا سي فكيناهم، خويا لعبنا لهم فكيناهم. قلت لك رانا ويا رانونيموس. ونحب نقول لك حاجه اخرى، راهو مازال في يدك 24 ساعه. ونحب نقول لك راهو زاد الكونت نتاعك والكونت نتاع الغنوشي ونتاع الجماعه الكل راهو فكيناه. والخنار الكل راهو عندنا تصوركم في البحر، وعندنا برشا حاجات، وعندنا برشا صاري. نحب نقول لك اللي الترويكا هذه ما عادش تساعدنا. لحظه يا راضيه، انا جايك لحظه يا راضيه. ونحب نقول لك زاد انا تحمل هممي، راهو المؤتمر لازم يتنحى والتكتل يتنحى، ومن غدوه تبدا تطبق في الشيوعيه. يا ودي لا، مش من غدوه، من توا طبقها. والديون نتاع الخارج انا هذه واحد من الناس ما عادش تساعدني. والعالم نحب نقول لك حاجه، انا كحمل هممي نقول لك زيد فيه مطرقه ومنجل، وكان قاعد فيه بلاصه العالم زيد حط فيه زنزير. ونقول لك حاجه، انا كحمل هممي نحب نقول لك حاجه. اسمع، مازال الاولاد نتاعي يعطوا القياس، ونقول لك انت يعطوا القياس تضربهم بالبياص ولا تضربهم بالحجر. لا، انا نقول لك ضربوك بالحجر، كل حجر واسكت، كل حجر واسكت. انا كحمل هممي نقول لك. وفي النهايه نحب نقول لك حاجه اخرى، راهو عندي برشا خنار، وعندي حتى الماء اللي بعثوا لي جورج وسوف. يا حماد اسمعني، نقول لك حاجه نكمل بها. نحب نقول لك انا كحمل هممي اقسم بالله كي تقعد 100 سنه ما تعرف نجي شكون. مع السلامه، هيا ربي يجي. إذا حضرات النظارة ونظرات، ننتقل مباشرة إلى خبر هز العالم، ألا وهو توصل وزيرة البيئة إلى كشف عن رمز من رموز الاستبداد والفساد داخل الوزارة، اللي هو ذلك الفنك المدعو لبيب، واللي كما نشوفوا الآن في الصورة كان مساهم ومتورط في أعمال القمع والاستبداد خلال الثورة المباركة. وكما سمعتوا أكيد فإن الوزيرة قررت إحالة لبيب إلى التقاعد في انتظار طبعا محاكمته مع بقية رموز العهد البيت. المعني بالامر هذايا مباشره بعد ما وصل له الخبر قرر الدخول في اعتصام مفتوح كما تورينا الصوره هذه. وفي نفس هذا السياق ولسد الشغور اللي باش يخليه لبيب، تم تعيين شخص جديد باش يكون رمز للنظافه البيئيه، وهو شخص يعرف القاسي والداني بنظافه اليد والاستقامه والنزاهه والنضال ضد العهد البيت. اذا في بلاصه لبيب في كل رومبوان وفي كل جنينه باش نلقاو تمثال نظيف. واحد اثنين عسكريين كوع بوه. شنو شو شكون اشنو؟ والله يا ما اختاروا بالكدا، حتى واحد نظيف نظيف. هاي سيدي مبروك عليك البلايصه. ريت يا سي الباجي، ما هو تافو ريت وين ربطوني مالا ربطه يا سي الباجي. ايه شو المشكله؟ اما خير، يربطوك هنا يا نظيف ولا يربطوك في بقعه اخرى؟ هكاك شوني تي المشكله باش ترسيلي ديما واقف. لا لا ميسالش يا نظيف، اما خير واقف في رومبوان ولا واقف في بلاصه اخرى. هاي اسمعني، البلاصه دي نحبها ديما نظيفه، خاطر انا ديما كل صباح نجي نعمل سبور هوني. هيا مع السلامه نظيف كوع بوع. هيا مع السلامه. ولين حضرات النظارة والنظرات، فيما يعرف بقضية القصاص اللي تم منعه من الكلام في المجلس التأسيسي، إبراهيم القصاص لقى طريقة أخرى باش يعبر بها لسي مصطفى بن جعفر والسيدة محرزية. الطريقة هذه هو كليب حضره لهم بالذمة. عريضة خلوها تحكي، عريضة خلوها تعبر، بمطرقة خلي للكبدة مريضة. عريضة شنو عريضة؟ شنو عريضة؟ فتني عريضة، أرض منك أنت فتني يا حليلي يما. لو كان جيبولي مبرد في قلبي، بمطرقة شنهي مشكلته مع العريضة. العريضة العريضة الوزرة تضرب مرسيدس بن جعفر ليه بالقصاص، ويسكت فيه من دون الناس وغيظه. عريضة عريضة زوالي قلت لنا بالشر، وذري توكل في الحجر، من هو اللي طرد بن جعفر؟ العريضة العريضة العريضة
بن جعفر نيا ما عجبتش نسوين النهضة تضحك ليش قولوا لهم صوتوا له قديش العريضة هي العريضة هي السلاشمي شنو سلاشمي حلوه الاغنيه دي. انا نقول لك ابن جعفر انا لست بصاص انا ابراهيم القصاص وكذلك انا ابراهيم نغني. شنو محرزيه عجبتك الغنوه ذي؟ انا نغني محرزيه وانت كل ما تلاقيني تنزلي على الفلسه ما تتكلمش ما تتكلمش ما تتكلمش. شو نعمل انا نغني وناكل الظلف؟ عفي عليا محرزيه. اذا غريبه ربما باش ما نقولوش عجيبه. إذا خويا معز على الريتم هذايا نكملوا الحلقة ذي ونسلم عليك وعلى الأخت محرزية. خويا معز نعطيك الكلمة وهكا نكون كملت الخدمة. خلينا نمشي توا نمشي ناكل قدمة. إذا إلى اللقاء خويا معز.